وزارة الدفاع مشكلة من 18 فصيل، يعني إمم، هذه الفصائل يعني دع عنك من أن تحل نفسها، يعني لم تندمج على الإطلاق، يعني وأخطرها هي المجموعة المسماة بالجيش الوطني السوري، التي يعني بالجيش الوطني السوري هم لا جيش ولا وطني ولا، يعني فقط هم سوريين، يعني يعني أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان وإلى ليبيا، وتنطبق عليهم مواصفات الأمم المتحدة حول المرتزقة، يعني وهذا ليس بسبب موقفي أو موقفنا من هؤلاء. إمم، لا يزالون في عفرين وفي رأس العين وفي تل أبيض، وفي المناطق التي دخلوها في منبج. لم تكتفي وزارة الدفاع بذلك في إطار المراضاة والمحاصصة بينهم، بل أرسلت أحد يعني المعروفين أنه قاتل ومدرج على قائمة الخزانة الأمريكية للعقوبات، حاطهم شقرة إلى دير الزور أيضا. إمم، هذه المجموعات غير المنسجمة والتي لا تزال تتحكم في المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل إسقاط النظام وهروب بشار الأسد، وبعدها أيضا دخلوا إلى مناطق كان لهم نفوذ فيها. مثلا من الذي يحكم الآن داريا في دمشق؟ إمم، يعني هم جيش الإسلام، يعني ليس أحد آخر. بهذا الشكل إما يعني سنشهد اشتباك بين هذه الفصائل، او ان السلطه عليها ان تجد حلا، يعني إمم، رغم ان يعني قوات سوريا الديمقراطيه كانت متيقظه ومنتبهه لهذه النقطه حينما حدث اول هجوم من قبل المجموعات المرتبطه بالجيش الوطني السوري او تلك المجموعات. كان البيان دقيقا، قال بعض الفصائل او بعض المجموعات غير المنضبطه، لكن وزاره الدفاع تبنت الهجوم بعدها كرت إمم، الصفحه. وزارة الدفاع الآن لا تريد أن تعترف من أنها لا تستطيع السيطرة على تلك المجموعات، يعني بوضوح شديد. وتلك المجموعات أيضا تتصور أن ذلك أن هجماتها ترضي الجانب التركي ربما إلى حد ما، ربما إلى وقت ما، لكن إذا تابعنا مسار عملية السلام في شمال كردستان وتركيا، يعني أعتقد أن الأمور لن تكون كما يشتهون.